سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا حودة، سنة حلوة يا جميل. صوتي زي الخرا صح؟ معلش ام سو سوري يا حودة. انا قلت بس احتفل بالسبيشال مومنت دي معاكم. طبعا يا جماعة أقدم لكم أو أحب أقدم لكم الأستاذ أو سيادة العقيد حودة الديب. لا المقدم، أنا آسفة، هي سارة العقيد، ما هي لازم تبقى خبرة بقى. سيادة المقدم حودة الديب ده رئيس مصر القادم. الأول خالص هيبقى وزير دفاع، وبعدين هيجي يقول لكم هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه ويرفق بيه، وهيلبس نظارة حلوة زي بتاعتي دي، وبعد كده ويرفع البنطلون طبعا لغاية فوق، وبعدين يقول لك أنا لازم أغني الشعب أغني الشعب، وبعدين هيعمل كده برضه خلاص. وبعد كده يبقى رئيس جمهورية إن شاء الله بإذن الله، ويبيع الجزء المتبقي من مصر. والأشاوس اللي وراه دول طبعا دول القيادة العسكرية اللي موجودة، اللي هي زي المعرصين اللي موجودين دلوقتي. يعني هي دايما أمريكا بتجهز لنا إيه يا جماعة؟ جهز لنا، يعني خلص الطقم الكلوتات اللي موجود دلوقتي اللي وصل 80 و90 و70 سنة، خلاص دول هيموتوا او يغوروا في 60 داهية، او خلاص ريحة الفساد بتاعتهم هتسكم الأنوف. فهم دايما بيجهزوا، يعني عندهم خطط لونج ران، خطط بعيدة المدى. بيجهزوا دايما طقم كلوتات جديد علشان يتصدر المشهد. فده حودة هيبقى رئيس الجمهورية، والسادة دول هيبقوا طبعا في قيادة الجيش الأفرع والحاجات دي كلها. المخصي العظيم حاليا المصري سابقا، علشان طبعا يبيعوا الجزء المتبقي من مصر، ويكونوا طبعا شباشب للامريكان. فطبعا يا جماعه الاستاذ حوده الديب اي خرم معدي على طول هو واقف لازق فيه. قطه ماشي، كلب ماشي، قياده امريكيه، اي حاجه اي حاجه. وبعدين شايفين رياله الساده يعني قيادات الجيش المخصي العظيم، ريالة نازلة على بقهم. بس يا حودة أنا عايزة أقول لك المشكلة هنا، يعني إيه المشكلة؟ إيه المعضلة؟ إنك اتصورت يا حودة. ما هو هكذا يا جماعة يتم تجنيد القيادات اللي موجودة في مصر كلها، سواء كانت شرطية عسكرية، سواء كانت قيادات مدنية. يعني حتى الناس المدنيين اللي بيقول لك الحزب العلماني والحزب، بياخدوهم برضو على فرنسا رحلات كده، ويجيبوا لهم برضو واحدة مدنية حلوة زي المزة دي كده. كله يا جماعة متجند، البلد كلها متجندة، البلد كلها متصورة وهي واقفة عند الخرم. Good luck يا حودة. I'm wishing you a very happy special day يا بيبي. لا، البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر، خير أجناد الأرض.